هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا أو مرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 28 من أبريل. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف ذكريات رمضانية. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة من أجل انسحاب إريتري كامل من تيغراي. الولايات المتحدة تعين مبعوثا خاصا لها للقرن الأفريقي. السلطات تنقل المئات من المساجين من السجون إلى معسكر ويعة جنوب مصوعة. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. قال تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الاثنين الماضي، وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في الصراع في تيغراي على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان بشأن الاتصال الهاتفي أن بلينكين أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات الأمهار الإقليمية تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي الذي تمزقه الصراعات. وأضاف برايس: شدد الوزير أيضا على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال القتالية على الفور. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن واشنطن لم تشهد أي دليل على الانسحاب الذي تعهدت به كل من إثيوبيا وإريتريا. وقال برايس أن بلينكين عبر أيضا عن قلقه خلال المكالمة بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك الخطر المتزايد للمجاعة في إقليم تيغراي. ولم يرد وزير الإعلام الإريتري والمتحدث باسم أبي أحمد ورئيس العمل الحكومي بشأن تيغراي على رسائل تطلب التعليق. وتقول إثيوبيا أنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأنها تقدم مساعدات إنسانية إلى تيغراي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من الشهر الجاري تعيين السفير جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي. وحسب بيان وزارة الخارجية فإن السفير سيعمل بشكل أساسي على تهدئة التوتر في إثيوبيا وضمان انسياب المساعدات الإنسانية، إضافة إلى العمل على تهدئة التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب عدم الاتفاق حول سد النهضة. ومن غير المحتمل أن يتمكن المبعوث الأمريكي من التعامل المرن مع أسمرة نسبة للعلاقات المتوترة بين كل من واشنطن وأسمرة. السفير جيفري فيلتمان دبلوماسي أمريكي مخضرم، عمل سفيرا لبلاده في لبنان، وعمل كذلك مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إضافة لعمله رئيسا لقسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة. تفيد مصادر لإذاعة أرنا بأن السلطات في إريتريا نقلت المئات من المساجين الذين يقضون عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بتهمة سرقات وشجار وجرائم صغيرة إلى معسكر ويعة للتدريب العسكري. ويوجد ضمن هؤلاء المساجين نساء وفتيات، وأن بعضهم منهم كان قد أدى أصلا الخدمة العسكرية. وتقول المصادر بأن هؤلاء المساجين يتم تدريبهم على تكتيك المعارك بغرض إرسالهم للمشاركة في عمليات عسكرية ضمن الوحدات العسكرية للجيش الإريتري. الجدير بالذكر بأن معسكر ويعة يضم أساسا أعدادا كبيرة من المتدربين من الشباب. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. وزير الخارجية الأمريكي يمارس ضغوطا من أجل انسحاب إريتري كامل من تيغراي. الولايات المتحدة تعين مبعوثا خاصا لها للقرن الأفريقي. السلطات تنقل المئات من المساجين من السجون إلى معسكر ويعة جنوب مصوعة.
استمعتم فيما مضى من سماعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. وحلقة اليوم أعزائي المستمعين سنقلب ذكريات رمضانية، فأهلا ومرحبا بكم إلى إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لم تولد أيام رمضان في ذاكرة جيلنا كالشهر الذي نعيشه، شهرا للابتهال والقرآن والصلوات والتهجد والعبادة، فقد ظلت في أغوار الوجدان أيام جنون وشقاوة طفولية. وقد يحمد جيلنا للذاكرة أنها تختزن الكثير من مشاهد الطفولة رغم طفوح فجوات ونتوءات عديدة على جدرها طوال سني العمر الممتد. كان قدر جيلنا أن لا يعيش طفولة عادية راسخة في خطواتها كما عاش أقراننا في بقاع الكون. غيرنا سيداتي سادتي يغادر فترة طفولته وهو على وعي تام، وربما تقام على أعراف منازله نصب الاحتفالات والمسرات، ما أجملها عتبات ميعة الصبا وعنفوان الشباب، إذا كانت لحظة للتخطي بتلك الألوان الجميلة. طفولتنا تربعت على كف الريح، تنتقل من مكان سرقت فيه براءتها إلى مكان وجدت فيه عثراتها، وهي مجبورة على المعايشة. تجد الطفل فينا يتلفت دوما كلما ذكر المكان، لكنه لا يعرف من تلك الذكرى غير اليسير، أو هي أضغاث أحلام تبعثرت بين تلافيف الذكرى بلا ترتيب زماني ولا تعلق مكاني في أغلب الأحوال. بالنسبة لي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أن صرختي الأولى كانت في الحياة، أي صرختي في الحياة كانت بواحدة من أحياء أسمر الشعبية، جزا برهانو تحديدا. ولا أتذكر من مشاهد الحي الرمضاني إلا قدوم الشهر وضجة الحراك في المنزل، خاصة وقت الأصيل، ورائحة الزيت المغلي والمعجنات تسبح في بحره اللهيب، وتواجد الوالد والوالدة والأخوان. نترحم على الراحلين ونتمنى الصحة والعافية على قيد الحياة. عزيزي المستمع، هكذا ولدت ذكريات رمضان بالنسبة لي محدثكم وعدد من جيلنا الذي عاش هنا وهناك. نحن في زمن الطفولة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، المفطر منا كان يلوك حلوى في صباحه وربما في وقت النهار، وعندما يحين وقت الأصيل ترى الجميع في بيوت الإريتريين البسطاء والأغنياء منهم، وقد جلس الأطفال القرفصاء في انتظار أذان المغرب ليحتسوا شيئا من الشوربة الرمضانية، أو سواء كانت مخلوطة باللحم أو غيره، وأكيد كانت البهارات اليمانية مع التهام شيء من السمبوسة واللقيمات وأطايب أخرى. ثم يأتي النعاس بعد ذلك، الشبع الرمضاني الدسم. هذا هو الذي يتذكر جيلنا من رمضان في المدن المختلفة، سواء كانت في عدقيح، صنعاء، في كرن، أغردات، أسمرة، وهلوم جرة، وقندع، ومصوع، وما إلى ذلك. عزيزي المستمع، لازلت مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، ونحن نتحدث عن ذكريات رمضانية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهناك شيئا لا بد من ذكره عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالنسبة للأطفال
قدوم الشهر وثباته، هل هذا اليوم الذي بعده وما إلى ذلك، هذا دائما يكون رهان وحديث بالنسبة للأطفال. ومما نذكر يبدأ المشهد من تساؤلات مجتمع الأطفال، حيث يدخلون في رهان، ويأتي سؤال عفو الخاطر في لكنة طفولية مرحة، والكل يقسم ويكاد يقسم بفالق الحب والنوى أن رمضان سيبدأ في اليوم الفلاني، والبعض يدخل حلبة رهان لا يتجاوز ذلك الرهان 5 أو 10 قروش، وهي رأس مال تم ادخاره ليوم كريهة أو سداد دين كما يقال. وقليلون من جيلنا كان يبر بقسمه، وكثيرون تمسح رياح طفولتهم وتذوبها حرارة الأجواء في المدن ذلك القسم، حيث لا يبرون بقسمهم. بعد ثبوت هلال رمضان، الأطفال الرابحون في الرهان يرقصون كما يرقص العريس ليلة زفافه، ويصيحون ملء أصواتهم التي اشرأبت وفي الغالب نحو مئذنة المسجد في تلك المدينة. بالنسبة لنا في مدينة أوردات، كان المسجد الكبير في المدينة الشامخ على ظهر أرض مرتفعة، وذلك المسجد كان إحدى عطاءات الإمبراطور هيل سلاسي الهالك، عطاء يعني تستحقه المدينة الثائرة، ظنا من الإمبراطور الهالك أن هذا العطاء كفيل بإخماد لهيب الثورة المشتعل حتى مقدم العقيد أمان عندوم إلى المدينة، مخاطبا أهلها في مرابط المطار بلسان عربي مزدانا بآيات من القرآن الكريم. العقيد الصنديد الذي قضى على شهر أو عفوا عرش يهوذا ملك الملوك سليل الملك سليمان كما زعم الإمبراطور الهالك، وصدقه بعض من حاشيته وعدد من الشعوب، حتى بلغ مرحلة أن يقسم الناس باسمه وحياته، خاصة لدى فئة معينة سواء في إريتريا أو في إثيوبيا على وجه التحديد. العقيد نحن نتحدث بمناسبة كيف كان الأطفال يتأكدون ثبوت هذا الشهر. بالعودة إلى العقيد أمان عندوم الإريتري الأصل، والذي حكم إثيوبيا لشهور تقريبا، وحكم عليه بعد ذلك بالإعدام مبكرا بالصراع السياسي الذي شهدته إثيوبيا بعد الإطاحة بالإمبراطور العجوز. عندهم كان يعلم دلالات الحديث باللغة العربية في مدينة الكفاح، وبآيم من الذكر الحكيم شعب المدينة الصامد دوما والشامخ، ولهذا الموضوع ربما نتحدث عنه في مناسبة أخرى. عزيزي المستمع، الحكم الفصل في رهان الأطفال في تلك المدينة حول قدوم شهر رمضان أو خلافه كان إضاءة المنارة الطويلة بالمسجد وحواليها عرائسها الصفراء المنيرة على جنبات وجدران المسجد العريق، وغالبا ما تعلو التكبيرات من مكبرات الصوت. وأذكر للشيخ أحمد مؤذن المسجد رحمة الله عليه، وهو الذي ورث ذاك العطاء الإيماني لميقات الصلوات من والده المرحوم الشيخ إبراهيم، ويستمر مهرجان الفرح الطفولي بأزقة الحارة المذكورة، ليخرج الأطفال الطائعون الرابضون في منازلهم طوال العام، يخرجون من تلك الأجداث في هذا الشهر الكريم. يطلق الآباء عقال أبنائهم ربما فرحة بقدوم الشهر الفضيل، أو خوفا من أن يوصف ذراريهم بعبارات كنا نطلقها بلغة التجريت: فحواها من أراد أن يكون من بين الشجعان فليخرج إلينا الآن، ومن رفض الخروج واللعب معنا فيظل قابعا كالمرأة تحت رحمة أمه، أو شيء من هذا القبيل. عموما يخرج الكثيرون من خدور أمهاتهم لنشاهدهم ليلا بعد أن ظللنا نراهم تحت لهيب الشمس الحارقة فقط، يخرجون كما تخرج العرائس.
ويدخل الشهر الفضيل رمضان بكل قواه الروحانية والطقوس والأكلات والابتهالات ليكتظ ذلك المسجد العريق بالمصلين عن آخره. بدورنا كنا نحرص على حضور الصلوات رغم ملاحقتنا من شخص كنا نطلق عليه الطراد، لأنه كان مكلفا بطردنا من المسجد حتى لا نزعج المصلين، حيث كان ذلك الرجل، وأذكر أنه كان نحيف الجسم سريع الحركة، إلا أن كثرة عددنا وانعطافاتنا في ردهات وممرات المسجد الفخيم بطريقة مذهلة كان ذلك المشهد كان له هو بالمرصاد، فما أن يتنفس الصعداء بأن طرد الجميع نحن الأطفال من صحن المسجد، إلا وتظهر له بعض جيوب مندسة متوارية، إما خلف حصائر السجاد البلدي الملفوف أو خلف عمود من أعمدة المسجد الذي كان باردا دوما، لا أدري لماذا كان بارد على الدوام. ومما نذكر عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لبرامج إرنا الإذاعة المستقلة التي تأتيكم برامجها من باريس، ونحن نقلب ذكريات رمضانية. أذكر كنا نشاهد رجلا مبتهلا حد الخشوع لا يهمه إصرار عمل الطراد في ملاحقتنا، وقد فاح من عينيه الحمراوين الشرر أي الطراد، وقد كان جاحظ العينين. هناك كان يجلس العم إبراهيم مصلي الخاشع العابد، هكذا سماه أهل مدينة أوردات من كثرة صلاته. أكاد أنظر إلى موضع سجوده رغم مرور أكثر من 30 عام. من كثرة دعائه وإطالة السجود تغير الرخام الأبيض إلى حجر أسود، حيث كان يتعمد أداء صلواته الخمس والنوافل في ذاك المكان، وتحديدا في الناحية الغربية للمسجد المطل على المعهد الديني الإسلامي بأوردات. الحاج إبراهيم أحسب أنه كان قادما إلى المدينة من إثيوبيا من قومياتها الإفريقية. كان العابد متوسط القامة، داكن البشرة، أسنانه براقة، كثيف الشعر، باسم الوجه، خشن اليدين، حيث كان يعمل في بلدية المدينة. يحيي من لقيه من الناس بالسلام داخل المسجد وخارجه. كان يستخدم لغة هي خليط من العربية والأمهرية والتجرينية والتجريت. كان يبدو نظيف القلب صادق الإيمان، يكفي أن المدينة سمته بإبراهيم مصلي. في أيام رمضان بعضنا يزعم أنه صائم رغم أنه قد سكب على حلقه بعضا من ماء الوضوء عن عمد، وآخرون يتنزل ذلك الماء البارد دون قصد، ليدور جدل الأطفال بأن فلان قد أفطر، ويطلقون عليه كلب رمضان لأنه تعمد شرب الماء، ويستميت الطفل في الدفاع عن صيامه بكل ما أوتي من قوة المرافعة، وهو غير المكلف أصلا بالصيام. وقليلون منا كانوا لا يترددون في صوب ماء بارد من أزيار المسجد إلى حلقهم أو حلوقهم، يقوم بذلك في الغالب خفية، ثم يزعم أنه صائم، وإذا ما دفعه لازم لدخول المنزل أو ملاقاة بعض من أهله يجتهد في تجفيف شفاهه، إما بالركض لدقائق مع عدم تمرير لسانه على شفتيه، أو إعمال حك شديد بيده على شفتيه مع قليل من التراب حتى تبدو شفتاه يابستان وقد بدت عليهما تشققات، فيا له من طفل صائم بحق، حتى لو كان ممن تجف شفاههم في رمضان أو شعبان أو غيره من الشهور. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودبر كل صلاة مفروضة خلال الشهر الفضيل يكون الفرح الطفولي في قمته عندما يلهج المصلون في مشهد إيماني مفعم بالخضوع والتقوى، يرددون خلف المؤذن بمكبر الصوت: أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. كل شيء في المحيط يؤكد الوحدانية لله ويطلب التوبة والمغفرة والقبول. وصدق الحق إذ يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وينفض الجمع الرمضاني والكل يناجي ربه مسبحا وحامدا مؤكدا أن العظمة لله. وهناك من يتحلق في مجالس العلماء، وأذكر منهم أمثال الشيخ عبد الله الزوز مؤسس ومدير المعهد المذكور رحمة الله عليه، أو الشيخ سيدنا الحسين خطيب وإمام المسجد رحمة الله عليه، وعلماء آخرون. وأذكر منهم الشيخ الذي لقبه رواد المسجد وسار به الركب في رحاب المدينة، سموه أفمن يمشي، من الآية الكريمة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فقد كان الشيخ الوقور المتواضع الباسم صاحب السبحة الملونة والمشية السريعة كان يبتدر حلقات درسه في صحن المسجد متربعا على كرسي يغطيه اللون الأخضر. كان فضيلته يفتتح القول بالآية سالفة الذكر: فعن لأهل المدينة أن يسموه أفمن يمشي. وهناك العديد من الألقاب التي سادت على أصحابها أكثر من أسمائهم المدونة في أوراقهم الثبوتية على قلتها. أحسب أن دعة الحياة وحلاوتها ربما وراء الكثير من الألقاب، مثل سليمان جالو وبرهانهم بتيتو وغيرها من الأسماء التي أتذكرها في رحاب هذا الشهر الفضيل. أعزائي المستمعين، نتوقف هنا ونهيب بكل المستمعين إذا كانت لديهم ذكريات رمضانية طفولية كانت أو شبابية وحتى بعد الاكتهال. نحن في إذاعة إرنا الدولية من باريس مستعدون أن نستعرض تلك الذكريات بهذا الشهر الكريم. أتوقف هنا أعزائي المستمعين مع تحياتي محدثكم أحمد شريف، وتحايا زميلي العزيزين فتحي عثمان وبنيام سيمؤون وفريق العمل في إذاعة إرنا الدولية من باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. ولمن فاتهم متابعة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد فيها. وزير الخارجية الأمريكي يمارس ضغوطا من أجل انسحاب إريتري كامل من تيغراي. قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الاثنين الماضي وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في الحرب في تيغراي على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان بشأن الاتصال الهاتفي أن بلينكين أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات الأمهار الإقليمية تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب. الولايات المتحدة تعين مبعوثا خاصا لها للقرن الأفريقي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من الشهر الجاري تعيين السفير جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي. وحسب بيان وزارة الخارجية فإن السفير سيعمل بشكل أساسي على تهدئة التوتر في إثيوبيا وضمان انسياب المساعدات الإنسانية، إضافة إلى العمل على تهدئة التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب عدم الاتفاق حول سد النهضة. ومن غير المحتمل أن يتمكن المبعوث الأمريكي من التعامل المرن مع أسمرة نسبة للعلاقات المتوترة بين كل من واشنطن وأسمرة. والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان دبلوماسي أمريكي مخضرم، عمل سفيرا لبلاده في لبنان وعمل كذلك مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إضافة لعمله رئيسا لقسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة. السلطات تنقل المئات من المساجين من السجون إلى معسكر ويعة جنوب مصوع. تفيد مصادر لإذاعة إرنا بأن السلطات في إريتريا نقلت المئات من المساجين الذين يقضون عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بتهمة سرقات وشجار وجرائم صغيرة إلى معسكر ويعة للتدريب العسكري.
ويوجد ضمن هؤلاء المساجين نساء وفتيات، وأن بعضا منهم كان قد أدى أصلا الخدمة العسكرية. وتقول المصادر بأن هؤلاء المساجين يتم تدريبهم على تكتيك المعارك بغرض إرسالهم للمشاركة في عمليات عسكرية ضمن الوحدات العسكرية للجيش الإريتري. الجدير بالذكر بأن معسكر وعي يضم أساسا أعدادا كبيرة من المتدربين الشباب. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في برامج أخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.